اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ قررت بقى اخدكم معايا النهارده كده في فلوج سريع وانا نازله اشتري حبه حاجات كنت محتاجاهم. اول حاجه كنت محتاره بصراحه شويه ان أنا البس الشال ولا لا، بس في الاخر قررت ان أنا البسه عشان الدنيا بره حرفيا كان تلج. وطبعا اي مرايه هتقابلنا اكيد اكيد هنتصور فيها، مش هنضيع الفرصه دي. اول بقى حاجه رحت اجيبها هي حاجه من دريم، هوريها لكم في اخر الفيديو. ورحت طبعا اتفرج على مريالة المطبخ وجوانتي عشان انا يا جماعه اسمي نورهان مواعين. وطبعا اي مكان فيه شرابات انا اقف نتفرج عليه عشان نشتري شراب جديد، وده بالنسبه لي السعاده. اول مكان ما كانش عاجبني قوي، تاني مكان ده روحته كان فيه شرابات شكلها امور جدا، بس ما كنتش لاقي الشراب اللي انا عايزاه. كنت عايزه شراب مخطط، بس طبعا اشتريت واحد هوريه لكم في اخر الفيديو. طبعا كان عنده اشكال بصراحه كلها كيوت اكتر من بعض. بصوا، يلا بينا نشوف بقى انا جبت ايه النهارده. هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. هي متحمسه قوي. اول حاجه قولوا لي لو كانت الاضاءه غريبه، انا حاسه ان هي غريبه لان انا اول مره اصور بالموبايل ده. بس جبت ايربودز، رحت دريم، بس دي بصراحه ما صورتهاش ليكم. جبت الايربودز دي من عندهم. انا قلت لهم ان انا عايزه ايربودز تبقى تحت ال1000 وتبقى كويسه صوتها كويس، فهو حد من هناك يعني رشح لي دي. ثانيه، ده هو قافلها اصلا. فهمت، مقفوله. طلعت مفتوحه من تحت. بصوا اهي، دي شكلها لونها اسود. بصراحه كان عندي تجربه مع الابيض وتوسخت مني بسرعه جدا، فقلت اجيبها لونها اسود احسن. اهي دي كده شكلها من جوه. هجربها بقى ان شاء الله كده واجرب صوتها، ولو حد عايز يعمل ريفيو عنها او حاجه هبقى اقول لكم عنها. هي اسمها اوريامي تقريبا، اسمها اوريامي تقريبا، بنطقها صح. بس دي كانت سعرها 700. بصوا بقى تاني حاجه جبتها ايه. طبعا كلكم اكيد مستنيين مريالة المطبخ. جبت دي عشان رمضان. بصراحه يعني مش عشان رمضان قوي، عشان تاني كان سعرها 80 جنيه انما دي سعرها 20 جنيه. وده يعلمنا ان احنا ما نشتريش من عند اول واحد نقابله، لا نستنى ونلف لفتنا ونختار يعني اقل واحد في السعر واكتر واحد في الجوده. تقريبا دي نفس الماتيريال، الاتنين كانوا مشمع. تانية بس الفرق كان فيها جيب، ودي 20 جنيه والتانية 80 جنيه، اكيد هجيب دي. وجبت طبعا ده عشان المواعين وايدي اكيد باين عليها جدا، فهبدا بقى ان شاء الله ان انا اعالجها وكده، فمحتاجه اكيد جوانتي. والشراب اخترت ده، حسيت ده اكتر واحد امور، والقلب ده شكله كيوت قوي، وفي خطوط لحد ما هو لونه بيج، يعني مش عارفه باين عندكم في الكاميرا ولا لا، بس هو لونه بيج وفي كده خطوط، وهنا في كده اللي هي القلب ده. جبت كمان ايه يا ولاد؟ جبت دي وشها اهو، دي علشان الموبايل. هجربها لكم. بصوا اهي بتبقى كده. بصراحه كنت محتاره شويه في اللون، دي كانت اخر واحده بس كان سعرها كان عاجبني قوي. بصوا اهي، انا كنت حاسه ان هي هتحكمني شويه في اللون، بس قلت ان هي ممكن تنفع معايا على كذا طقم يعني. دي سعرها 140، مع ان انا كنت سائله في محل تاني قبلها على طول كان ب 250، فجبتها بصراحه لاني حسيت الكواليتي بتاعتها كويسه مقارنه بالسعر. بصوا من جوه فيها كذا جيب، يعني ممكن لو انا هلبسها مش هاخد معايا اي شنطه تانية، غير بقى لو انا هاخد معايا شنطه باك مثلا او حاجه او كده، بس هتنفع قوي للموبايل، ولو انت بقى رايحه مشوار وزحمه وكده فتحطي حاجتك المهمه قدام، وتبقى مثلا انت بقى ايه محرصه عليها او كده. مفيش تاني غير وايبس، عايزه اقول لكم دي مهمه جدا، ما اقدرش استغنى عنها في كل حته. لان دايما لما بروح بقى طبعا محلات او كده ايدينا بتتوسخ، بتيجي تمسكوا الموبايل فايديكم تتوسخ، الموبايل مشكله. بس دي كده مشتريات النهارده. لو عجبكم النوع ده من الفيديوز قولوا لي ونعمله مع بعض على طول. بس يا جماعه لازم تشجعوني، يعني حاسه ان احنا خلاص صحاب، فلازم تعملوا بقى ايه شير للفيديوز، تقولوا اصحابكم على الشانل، تعملوا لايكس كتير، اكتبوا كومنتس، يعني اكتبوا نفس الكومنت ورا بعض كتير عشان الفيديو يطلع. ابعتوا الفيديوز لاصحابكم، لينك للشانل، يعني حاسه الشانل دي بتاعتنا، يعني تعاملوا يا جماعه، تعاملوا. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.